ايه setting up الديفلوبمنت environment بتاعتك. احنا محتاجين ان شاء الله بعد ما نخلص المحاضرة دي ان انت هتروح على اللينك ده، او باختصار هتروح على مايكروسوفت وتكتب ان انت عايز تعمل داونلود للفيجوال ستوديو بتاعك. فانت هتروح تداونلود الفيجوال ستوديو وهتقرا وهتدخل على اي فيديو يوتيوب نيكست 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 هيعلمك ازاي ان انت تستخدم او ان انت تسيت اب الابلكيشن الويندوز قصدي الفيجوال ستوديو بتاعك ده، لان الفيجوال ستوديو اي دي ده اللي احنا هنكتب عليه الاكواد بتاعتنا. طب يعني ايه اي دي اصلا؟ يعني ايه المحرر ايه كلمه اي دي او ايه يعني محرر؟ بيقول لك ان اي دي اختصار انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، يعني المحرر اللي انا بقدر او إيه ان انا بقدر اكتب فيه الاكواد بتاعه السنتكس بتاعته وفي الاخر تتحول لمين؟ يبقى كومبايلر يحول لي الكلام ده من اللي انا كاتبه، يخلي اللو ليفل لانجوج او يخلي الاوبريتنج سيستم بتاعي فاهم انا بكتب ايه. makes you more productive. Includes the text editor, compiler, debugger, context sensitive help, works with different SDKs. Visual Studio is the most widely used IDE. بالنسبة لنا احنا كسي شارب بنستخدم فيجوال ستوديو. في ناس بتقول لك انا بستخدم فيجوال ستوديو كود، ماشي ما عنديش مشكله استخدم فيجوال ستوديو كود، بس انا افضل ان احنا نستخدم فيجوال ستوديو. ويفضل بالمناسبة إن إحنا طالما هنتكلم عن الكور وهنشتغل كور إن أنت تنزل فيجوال ستوديو 2022 ويفضل إن هو يكون كوميونتي، لأن الكوميونتي ده مش هتحتاج لايسنس ليه، ده مفتوح ليك كديفيلوبر إن أنت تكتب عليه كواد مش محتاج ليه لايسنس. فهو عشان تنزل فيجوال ستوديو اختار إن أنت تنزل فيجوال ستوديو 2022 وتكون الإديشن بتاعته إن هو يكون كوميونتي. الانستولينج زي ما انا قلت لك ان انت هتروح تنزله الفيجوال ستوديو من اللينك ده اللينك المعتمد بتاع السيكوال بتاع الانستول بتاع الفيجوال ستوديو. بعد كده بعد ما تعمل الانستولينج بتاعك انا مش هشرح الانستول، انت عايز تشوف الانستول هو كله نيكست 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 مفيش حاجه، عايز تشوفها باستفاضه اي فيديو يوتيوب هتلاقي فيه بيشرح لك ازاي تعمل سيت اب للفيجوال ستوديو. بيقول لك عشان تعمل له ستارت كل اللي هتعمله تعمل دبل كليك على الايقونه بتاعته هيشتغل على طول بتاعه. طيب اللانجوج اوفر فيو بتاعتك في السي شارب فيها شويه حاجات حلوه، فيها مفهوم الاوبجكت اورينتد، فيها الوايدلي افيلبل والوايدلي يوز الحاجات اللي هي موجوده فيه. عايز برضو ارجع لك خطوه لورا قبل ما ندخل في اي حاجه واقول لك ان السي شارب دي ما شاء الله قديمه، يعني هي من ال 2000 وان هي اللي عاملاها شركه مايكروسوفت ومايكروسوفت بتستثمر فيها بقوه. اول فيرجن طلعت فيها طبعا اول فيرجن ستيبل طلعت فيها سنه 2002 فيرست ريليز فوكس اون الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، يعني هي اول ما طلعت اوبجكت اورينتد، ما طلعتش زي السي بلس بلس كده سيمي اوبجكت اورينتد او السي بلس او السي العاديه اللي هي ما فيهاش اوبجكت اورينتد. ما انت عندك ايه اللغات كتير غير السي شارب، عندك السي ما كانتش بتدعم ايه اوبجكت اورينتد، بعد كده عندك السي بلس بلس كانت سيمي اوبجكت اورينتد. يعني ايه سيمي اوبجكت اورينتد؟ يعني كانت بتدعم اوبجكت اورينتد بس مش بقوه السي شارب او الجافا. جافا والسي شارب طلعوا كان اوبجكت اورينتد بيور، ناس شغاله اوبجكت اورينتد ما بيشتغلوش حاجه غير كده. كمان عندك الفيرجن الثانيه طلعت في 2005 كان فيها مينلي اهم حاجه فيها الجينيركس. 2007 طلعت النسخه الثالثه طلعت اللينك واللامبادا اكسبريشنز. طبعا اللينك وده لما طلع كان حاجه فظيعه لان ده زمان الناس كانت بتشتغل بالادو، فالادو كان مريب او كان صعب، يعني انا كنت بشتغل ادو لا الادو كان صعب. بعد كده طلعت في 2010 النسخة الرابعة، 2012 15. عادة مايكروسوفت متعودة في المجمل إن هي كل شهر 11 خصوصا السنوات الأخيرة كل شهر 11 أو شهر نوفمبر في السنة بتطلع الريليز، يعني بتطلع إيه 11 21 11 22 11 23 11 24 وهكذا. ايه الفيجوال ستوديو اديشنز؟ زي ما انا قلت لك الفيجوال ستوديو فيه كذا اديشن، الستاندرد والانتربرايز والكوميونتي والاكسبريس. احنا هنشتغل على الكوميونتي لان هو ده اللايسنس اللي مسموح علينا وفيها شويه حاجات حلوه جدا نقدر نستفيد منها عن الاكسبريس. الانتربرايز والستاندرد دول في المجمل هيبقوا محتاجين ان هم إيه تشتري لهم لايسنس، فاحنا مسموح لنا ان احنا نستخدم الكوميونتي اديشن، مش هيطلب مننا لايسنس ولا اي حاجه.
الدوت نت فريم ورك a programming infrastructure created by Microsoft for building, deploying and running applications and services that use the .NET technologies. يعني بقول لك ان الفريم ورك اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله بتاع الدوت نت ده مدعوم من مايكروسوفت عشان نعمل بيه اي حاجة احنا عايزين